طيب في رأيك في أمل استقرارية لباقي الطوائف وما يسمى بالأقليات والسنة العلمانيين؟ في نظري بيتطلب اليوم من كل القيادات ومن كل الطوائف يلاقوا بديل لهذا النظام الفاشي، انه يكون هناك ممثلين عن الكرد، عن الدروز، عن المسيحية، عن الإسماعيلية، عن العلوية، عن السنة العلمانيين، وكلهم يكونوا ايد واحدة بديل لهذا النظام لكي تكون سوريا بعكس شو بيحكوا سوريا كيف عرفناها، إلها تاريخ وإلها اقتصاد وإلها مرجعية. للأسف الشديد في الظروف اللي نحن موجودين فيها بيحجوا وكأنه إسرائيل هي المشكلة. إسرائيل ما إلها أي مصلحة غير إنها تنجي هاي الأمة وتشتغل على إنه هذا الإرهاب ما يكون هناك. لازم يكون استقرارية فيدرالية للدروز، للعلوية، للكرد ولكلهم. نحن ما جايين لا نقسم سوريا ولا نقسم شيء. بيتطلب انه يكون فيدرالية، يعني حكم ذاتي.